وعند الكلام على الكرامات فإن أهل السنة يثبتون الكرامة، والكرامة هو ما يعطيه الله عز وجل من الأمور الخارقة، ولا تكون بطلب، لا تكون الكرامة بطلب، يعني لا يطلب الإنسان ويقول اللهم اعطني كرامة، أو يقول أنا أريد الكرامة الفلانية، هذا لا يكون، وإنما هي منحة يعطيها الله عز وجل في الوقت الذي يشاءه سبحانه تبارك وتعالى. وعقيدة أهل السنة إثبات الكرامة للأولياء، ويفرقون بينها وبين الآيات والبراهين التي جاءت مع المرسلين، وأن الآيات والبراهين يطلبها أو يؤيد الله عز وجل بها أولياءه وأنبياءه أنبياءه عليهم الصلاة والسلام كي يتبعهم أقوامهم. وأما الكرامة فإن الله تعالى يمنحها من غير طلب، وهذه الكرامات لا يجحدها إلا أهل البدع والضلال كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، مثل المعتزلة. المعتزلة ينكرون كرامة الأولياء، ولأجل هذا سموا ما يأتي من خوارق العادات وغيرها عن الأنبياء سموه معجزة، بناء على إنكارهم الكرامات، وأن الشيء المعجز لا يكون إلا للأنبياء. وهذا اصطلاح حادث كما ذكرت لكم من قبل، اصطلاح المعجزة اصطلاح حادث اخترعه المعتزلة، وإلا المصطلح السني السلفي أن يقال برهان ودليل، دليل صدق النبي وبرهان صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينكرها معهم ابن حزم، ويذكر أيضا عن أبي إسحاق الإسفرايني من الأشاعرة أنه ينكر كرامات الأولياء. ويحسن أن أتكلم أو أن أذكر شيئا ما يتعلق بهذا الموضوع لأهميته على وجه السرعة. أذكر ما نقله الإمام هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما ذكره في مسألة الأولياء. يقول رحمه الله تعالى: لأن كثيرا من الأبالسة ومن أصنافهم من الإنس الذين يشبهونهم في الشيطنة والإبليسية يزعمون أن لهم كرامات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيئا من هذا التلبيس، وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 11، حين ذكر رحمه الله تعالى فرقا يلبسون على المسلمين بادعاء الكرامة. ذكر من بينها قصة أن شيخهم يدخل النار ولا يحترق، وتحدوا بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: أنا أدخل معه النار. قال: أنا أدخل معه النار شريطة أن ندخل الحمام أولا ثم ندخل النار، لأن شيخ الإسلام أدرك أن هذا الملبس والمدعي الإبليسي يضع على جسده مادة تمنع وصول النار إلى جلده، فأمر شيخ الإسلام وتحداه شيخ الإسلام أن يدخل معه النار شريطة أن يدخل معه الحمام، يغتسلون جيدا ثم يدخلون النار. فأبى هذا الملبس أن يجري مع تحدي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى،